يومكم جميل. وحشتوني. النهاردة وانا راجعة ليكم بعد فترة التوقف والتعب. طبعا انا شفت كل الردود اللي انتوا بعتوها لي، وبجد انا متشكرة جدا ليكم. فرقت معايا جدا الفترة اللي فاتت. قبل ما اسجل الفويس ده انا رجعت تاني الردود اللي انتوا بعتوها على الفويس اللي فات، وشفت في بعض الناس بعتت ردود كان فيها حيرة كبيرة قوي ان هما مش فاكرين بالظبط ايه الحاجة اللي كانت بتسعدهم وتفرحهم زمان. ده فكرني شوية بالفترة بعد ولادة ابني. كان عندي مشاعر ملخبطة قوي، أهمها ان انا فضلت اقول فترة طويلة جدا لأي حد بيسألني هو انتي ايه اللي بيبسطك واعمليه. كنت دايما بقولهم انا مفيش حاجة بتبسطني ومفيش حاجة بتسعدني. في لحظة كده انا فقدت فيها صفاء، كنت حاسة فيها بغربة كبيرة قوي، بصحى وبنام وبعمل الحاجات اللي ورايا وانا مش فاهمة انا مين ولا انا بعمل ايه هنا. كنت باجي ابص على صوري القديمة، صور صفائي القديمة قبل ما تبقى ام وقبل ما تشيل مسؤوليات. معرفش هل في حد جرب يعمل ده قبل كده زيي ولا انا بس انا كنت بحس ان اللي في الصورة دي واحدة تانية، واحدة انا معرفهاش، واحدة غريبة عني، كأنها حد كان موجود في حياتي وسافر. في كتاب قريته اسمه كيف تلتئم، بيتكلم عن الأمومة وأشباحها أو أشباح الأمومة. في جزء فيه لمسني قوي، كان بيتكلم عن الستات زمان وصور زمان لما كانوا بيحبوا يصوروا طفل صغير. كانوا بيحطوا الطفل ده على كرسي قدامهم، والأم تبقى تحت غطا أو ستارة بتثبت الطفل قدام الكاميرا، فتبان في الصورة ايدين الأم بس وهي ساندة ابنها، بس هي نفسها مش ظاهرة، كأنها مخفية. للأسف كتير مننا كأمهات بنعيش ده دلوقتي. من اكتر الحاجات اللي انا مهتمة ومركزة عليها وانتوا اكيد واخدين بالكم هي الامهات، وانا مش بشتغل غير مع الامهات بس. فبقالي فترة بشوف مصادر بتتكلم عن الامهات وعن مشاعرهم علشان افهم اكتر. فاكتشفت بشكل حقيقي ان في امهات كتيرة بتتشارك في نفس المشاعر بمجرد ما بتكون ام، بس محدش بيقول المشاعر دي، محدش بيفصح عنها. مشاعر زي احساس الذنب، الغضب، بعض الندم على اللي فات، فقدان الهوية. دي حاجات بتحصل كتير لأمهات كتيرة جدا. احنا بعد الأمومة بنفقد هويتنا وبنبقى احنا الإطار اللي شايل صورة الطفل، احنا المحرك اللي ورا الستارة اللي بيأكل ويشرب ويذاكر، بس احنا كبشر ما بقيناش بنظهر في الكادر، اختفينا. في واحدة من الأمهات في الكتاب وصفت وقالت، لأنه الكتاب كان بيتكلم عن قصص للأمهات، قالت إن الأمومة امتصت شخصيتي، اتحولت من إنسانة عندها رغبات وأفكار وأحلام لإنسانة بتقدم خدمات بدرجة امتياز. الضغط اللي احنا بنحس بيه والتعب اللي جسمنا بيحس بيه وعمرنا ما بنقرر ان احنا نوقف، انا حسيته جدا الفترة اللي فاتت. جسمي كان بيديني اشارات ان هو تعبان ومرهق، ومخي كان بيديني نفس الاشارات، بس انا فضلت فترة طويلة جدا مقررة ان انا اتجاهل ده كله، لحد ما جسمي في لحظة معينة قرر انه كفاية عليكي كده، خدي بريك غصب عنك بقى مش برضاكي. خليني اقول انه احنا في الامومة مش خلفية لصورة اولادنا، احنا البطل اللي في القصة. انتي كمان لما بتلغي هويتك وبتضغطي على نفسك علشان تقدمي خدمات فقط لا غير، انتي بتقدمي لولادك نسخة باهتة، نسخة مجهدة، نسخة مستنزفة. ده مش في مصلحتهم ولا في مصلحتك. في منكم المرة اللي فاتت في الفويس اللي فات رد عليا وعرف ايه الحاجات اللي بتبسطه وبتسعده، فده معناه انه الجزء ده لسه عايش جوانا، بس مستني منك اشارة. عشان كده دلوقتي هقولك امسكي ورقة وقلم، خدي نفس واكتبي رسالة صغيرة من نفسك القديمة لنفسك دلوقتي، وابدأي الرسالة دي كده وقولي لها
انا وحشني فيكي واحد اتنين تلاتة. اكتبيهم. اكتبي صفة، اكتبي شعور، مش بس هواية، اكتبي اللي نفسك فيه ووحشك فعلا. وبعدين في الاخر خالص اطلبي منها طلب وقولي لها اسمحي لي ان انا اظهر النهاردة في شخصيتي، واكتبي اي حاجة من اللي انتي وحشتك. حددي موقف واحد النهاردة هتكوني فيه مقررة انك تكوني انتي، مش هتكوني ماما النهاردة، انتي هتكوني انتي، شخصيتك الحقيقية هي اللي بتتكلم. حتى وانتي بتشربي قهوتك، او وانتي بتسمعي حاجة بتحبيها لمدة 5 دقايق، حتى وانتي ساكتة، حتى وانتي بتردي على اي حد اي رد، خدي نفس، افتكري شخصيتك كده ونسختك القديمة وردي الرد، او اعملي اللي انتي عايزاه بالنسخة القديمة. الهدف بس اننا نخرج من ورا الستارة ولو لمحة بسيطة، ندي فرصة كده للشخصية القديمة او النسخة القديمة انها تظهر في حياتنا مرة تانية. وهستناكي تشاركيني بقى ايه اكتر كلمة او جملة كتبتيها في الرسالة دي وحسيتي ان قلبك بيدق لما انتي قريتيها. شاركوني بقى الجمل دي. بكرة هنعرف ازاي نحمي المساحة دي والحدود الشخصية بتاعتنا. دلوقتي اقول لكم سلام.